دولت انا مش عايز احول بالاجبار ولا كلام من ده اللي بيعملوه او بيتقال في مجلس النواب، انا مش انترستد بيه خالص. بس انا هعمل حاجه ثانيه. عايزين نعمل اكتتاب لممتلكات الدوله لصالح العاملين بالخارج بسهم قيمته $100. السهم ده ما يتعداش اي واحد خارج البلد من المصريين اكتر من 100 سهم. ايه الهدف؟ ان انا ما اخليش حد يقدر يستولى على الاسهم دي ويمتلك زمام الامور. حد اقصى لبيع ممتلكات الدوله $170 مليار، ما هو تسديد قيمه المديونيه اللي عليه. انا خدت الكلام ده منين؟ كنت بقرا كتاب لمحمد علي وولاده. سعيد عمل مديونيات عاليه جدا ووصلت لمرحله عاليه قوي. كان رد فعله قبل ما يخرج من حكمه ان كان بياخدوا ايام محمد علي حق انتفاع للارض، وما كانوش بيبيعوا الارض. فهو جه قال لهم ايه؟ انا عايز الاتاوه اللي انا باخدها السنويه دي اخدها مقدمه 6 مرات مقابل بيع الارض، وحصل مديونياته قبل ما يمشي. فانا بفكر بره الصندوق. العاملين بالخارج مش عايزين تحويلات، كانوا بيحولوا 31.9 في 21. السنه دي 5 مليار بس. فانا ازاي ان انا اخليه شريك في الدوله، اخلي الاسهم دي بس هو في حاجه. شراكات الدوله ما بقاش في ثقه ما بين العاملين بالخارج والدوله. طب انا ليه ما اجيبش مكتب ذو شفافيه عاليه، قطاع خاص يمتلك الامور الزمام بتاع ده، ونفرض ونعرض دراسه جدوى كامله بطريقه وشفافيه عاليه، علشان قيمه الشيء دوت ما يروحش لواحد اماراتي ويرجع يبيعها لواحد تاني، الله اعلم اللي هيبيعها له دي هيبقى مين، ويبقى في الاخر احنا نروح في حته تانيه خالص. وانا مش مع حاجه زي كده. ممتلكاتنا لازم تكون ايه؟ فالنقطه دي يا ريت تتحط في الحسبان. استاذ ولاء كان طلب المصنع يكون برخصه. من 3 سنين موجود المصنع برخصتك موجوده في مصر، بس هي مش بالدولار، بالمصري. طب انا هقول لكم على فكره ثانيه. احنا عندنا ناس متعثره كتير. تعالوا انتوا اللي عاملين بالخارج، تعالوا شاركونا، هاتوا انتوا المواد الخام بشراكه مع المصنع، ويبقى انت شريك فعلي معانا، ويبقى انت ما تعبتش في حاجه، انت هتاخد جدوى اقتصاديه. مفيش ثقه في الشراكه. ما عنديش ثقه في الشراكه. وضح ان مفيش ثقه. ايوه، ما انا بكلمك عدم الثقه في الشراكه. ما هو احنا كلنا بقى في وان مان شو. مش عايز شريك. الوان مان شو ما بيعملش حاجه. انا مش بتكلم عن نفسي، هو اللي بيعمل كل بتكلم حاجه. على الناس بتفكر ولا ازاي. مش معايا حضرتك؟ هو طرح النقاط بس. فدي نقط انا بحطها في الاعتبار، ده في وجهه نظري. وبالنسبه للصناعات الصغيره، احنا عندنا مشكله ان احنا بننتج ومش عارفين نغزو افريقيا، لان احنا لسه بنحبو بالنسبه لنا مصانع صغيره. طلبنا ان بعض الكيانات تتوجد وهي تاخد المنتج النهائي ده وتبيعه هو تنزانيا وكينيا، لان دي دول وراها دول حديثه وبتحقق رقابه. لو انت عملت الحكايه دي هتعمل فاتوره دولاريه هتوفرها لنا سنويا، هتشيل الدين اللي علينا. انا بوضح ان احنا كلنا في مركب واحده، عاملين بالخارج او بالداخل. انت بعد شويه هتيجي هنا الداخل واولادك هيعيشوا معانا هنا، فيبقى احنا كلنا في المركب دي. لازم الامور تبقى موجوده جوه الدوله ونعيش جواها احنا الاثنين. فاحنا بنحاول نساعد بعض. اولويات الصرف كانت مشكله، اولويات الصرف كانت مشكله. مش هي غزه وروسيا والكورونا بس، لا، اولويات الصرف كان فيها مشكله واحنا بنعترف بكده. احنا بقى عايزين نصحح الطريق بالطرق دي.